يعني موجودين في سيناء لكن لم يستغلوا الاستغلال الامثل. نمرة واحد في الجنوب والزراعة في الشمال، يعني هتكلم فيه على سياحة يعني، لكن ممكن يبقى فيه لأن في سياحة علاجية كمان مهملة جامد جدا. يعني في سفاجة بتعالج أمراض كتير جدا، لكن للأسف مش واخدة الدعاية على مستوى العالم كله. الإقبال يعني الإقبال عليها جامد جدا، الأجانب بييجوا. من المستثمر، الإقبال نفسه ما هو في عدة عوامل أهمها إن لازم إنشاء خط سكة حديد يربط ما بين القاهرة وبين محافظة مصر كلها بسينا. خط السكة الحديد ده لو اتعمل زي زمان كان بيوصل لغزة كده المفروض بالظبط. ده لو اتعمل خط سكة حديد دي خلاص هتبقى سينا دي بقت اتربطت بمصر. يعني أنا من اسكندرية أركب أروح بالقطر، تبقى وسيلة مواصلات سهلة، مش أعدي على 100 نقطة مرور وأعدي على 100 حاجة، هتبقى معروفة ساعات معينة وهوصل هناك. لو عايزين نعمر سينا فعلا لازم نعمل خط سكة حديد يربط سينا بمحافظات مصر. بالنسبة للزراعة فعندنا هناك عوامل طبيعية كتيرة جدا. في السيول، مياه السيول لازم نستغلها استغلال أمثل. عندنا الطاقات البشرية وعندنا الأفكار وعندنا كده العلماء كتير جدا. لو درسنا المخرات بتاعة السيول اللي بتعطل الطريق وبتقطع اتجاهاتها، وطبعا عندنا الدكتور فاروق الباز ممكن يجيب لنا الخرائط اللي بتحصل. ممكن نجمع خزان مائي، وده ممكن طبعا احنا شفنا أزمة نهر النيل، فممكن دي تبقى مصدر لينا. تمام. يبقى خزان مياه لينا للمياه اللي بتتهدر دي وبتقطع علينا الطرق والمواصلات، نستفيد منها، اللي بتكلفنا كتير جدا. بالعكس ده احنا ممكن نعمل لها خزان ونستفيد منه في الزراعة. في بالنسبة للزراعة كمان ان في الطقس في سينا في الجبال والمرتفعات بيبقى منخفض، فممكن نزرع فيها الحاجات اللي هي زي فلسطين، المنتجات اللي هي بتجيب